ده قص من اللصوص اللي عندي فعلا كان بيبيض وفجاه توقف عن الانتاج. القص ده انا لاحظته بس بعد فتره فجاه كده لقيته توقف عن الانتاج، رغم ان هو كان بيلحم العش في العش. عملت ايه معاه؟ بدات ابص على الاكلات عندي، ابص الاقي كل ما باجي اكل في الحمام او اقشط الحمام بتاعي الاقي اللي باقي الذره اللي هي العويجه. كنت مهتم جدا ان هو ياكل الذره الصفراء. على المدى البعيد حصل تليس على المبيض. عملت ايه عشان احل المشكله دي؟ اديت 7 ايام متواصله خل تفاح، وباذن الله حليت المشكله دي. زي ما بعض اللصوص عندي بتعمل كده، بشيل الاكاله بحطها على جنب، ولما باجي اكلف بحط نفس الكلفه هي بخلي القص فعلا يخلص الكلفه بتاعته. لما بيجوع هياكل طبعا كل الكلفه، مش هيسيب فيها حاجه. الحاجه الثانيه يا جماعه هي الفيتامينات والاملاح المعدنيه. لو الحمام عندك ما بيبيضش لازم تهتم بالفيتامينات والاملاح المعدنيه. ممكن تقدمه عن طريق البنش اللي هو بيتباع في الصيدليه البيطريه، كيس وتحطه على الميه معلقه واحده كل اسبوع. ده عنصر مهم جدا في الفيتامينات، وباذن الله يحل مشكله قله الانتاج. الحاجه اللي دايما استخدمها برضو على الكلفه باستمرار الدي بيزك بلس. عشان بعض الناس بتقول لي مش واضح، في منه كيس بيتباع ب 40 جنيه وفي منه كيس بيتباع ب 50. ده انا جايب العبوه الكبيره اللي هي ب 100 او 110 تقريبا، بتقعد عندي فتره كبيره جدا وبشتغل بيها وبتعمل معايا مفعول قوي جدا مع الحمام بتاعنا. ده كده الزغلولين اللي طالعين من تحت القص اللي انا وريت لكم. الحاجه الاخيره اللي هختم بيها الفيديو بتاعي هي الديدان. الديدان ده العنصر الاساسي اللي ممكن يخلي الحمام بتاعك ما يبيضش ويتوقف عن الانتاج، سواء في الخصوبه بتاعت الذكوره او في النوت اللي هي بتتوقف عن الانتاج. عشان كده لازم اهتم بجرعه الديدان، سواء سترات الببرازين اللي هي البيطري جرام على لتر ميه، وامسك بيه الحمام بتاعي جماعي. اعمل وقايه للحمام بتاعي من ضد الديدان مره واحده في الشهر يا جماعه. ولو الحمام عندك ديدان لازم تدي الجرعه دي 3 مرات ورا بعض، وبعد كده تكرر الجرعه بعد 14 يوم او 13 يوم، عشان في يرقات دي بتفقس داخل الامعاء بتاعت فرد الحمام بتاعنا. بعد كده بتعمل ديدان، يبقى احنا ما عملناش اي حاجه. بتكرر الجرعه دي بتديها 3 ايام، وبعد كده ما تنساش ترفع المناعه بتاعت الفرد بتاعنا. دي مهمه جدا برافع المناعه الايمولانت او اي رافع مناعه بيطري زي ما تحب. او ممكن انك انت تستخدم البندكس الشراب اللي هو البشري، الجرعه بتاعته هتبقى 5 سم على اللتر. وبعد كده ان شاء الله باذن الله مش هيبقى عندك ديدان، ويفضل الحمام بتاعنا مستمر في الانتاج. سلام.